تعرف ان المصريين هم اول من علم شعوب اوروبا معنى النظافه الشخصيه؟ من سنين طويله وتحديدا في عصر الاحتلال الروماني وحكم الامبراطور دقلديانوس كان في مصر بنت جميله اسمها فيرينا، واللي معناه البذره الطيبه في اللغه المصريه. نشأت فيرينا في طيبه واللي هي الاقصر حاليا، وبالتحديد في مدينه جراجوس، ولما كبرت بقت راهبه. وفي فترة حكم دقلديانوس دخلت الإمبراطورية الرومانية في حروب ومعارك في بلاد الغال، واللي تعتبر دلوقتي هي فرنسا وبلجيكا وأجزاء من سويسرا وإيطاليا وألمانيا. وكعادة أي محتل وقت الحروب إنه بياخد مقاتلين وعمال من الولايات اللي محتلها علشان يكونوا إضافة في الحرب دي. وبالفعل أخد كتيبة من مصر اتسمت بكتيبة طيبية نسبة إلى طيبة عاصمة مصر قديما، والقديسة فيرينا كانت من ضمن الكتيبة دي للاهتمام بشؤون تحضير الأكل ومداواة الجرح. وبعد ما الحرب خلصت أمر دقلديانوس إن يتم حرق البخور لتمثاله ويتم تعظيمه، وده اللي رفضه كتيبة الجنود المصريين بالكامل، واعتبروها مهزلة لتعارض الفعل ده مع إيمانهم، وقالوا إنهم بيعبدوا إله واحد وده ضد عقيدتهم. وصل الخبر دقلديانوس وأمر بقتل كتيبة الجنود المصريين، وده كله كان قدام القديسة فيرينا اللي كانت موجودة وشافت الجريمة البشعة اللي حصلت للجنود المصريين، فهربت من المعسكر وسكنت في كهف بعيد. وساعتها كانت شعوب المناطق دي الجرمان والغاليين عبارة عن همج، وكانوا عايشين حياة قبلية برية وما يعرفوش أي حاجة لا عن النظافة ولا عن الطب. ولما اختلطت بيهم القديسة فيرينا وشافت حياتهم وثقافتهم قررت إنها تبدأ تعلمهم النظافة والاغتسال بالمية واستخدام المشط الموروث من أيام المصريين القدماء وتسريح الشعر، وعلمتهم الاهتمام بنظافة شعرهم وجسمهم، وكمان عرفتهم أصول الطب المصري والتداوي من الأمراض بالأعشاب. وبسببها سابوا الوثنية تماما وتغير حالهم وثقافتهم. وفضلت القديسة فيرينا ذكرى ممتدة لأكثر من 16 قرن وقصة شاهدة على أثر المصريين في شعوب العالم، وتم بناء تمثال ليها تكريما على دورها في نقل النظافة والطب من مصر لأوروبا، ورسموا صورتها وفي إيديها إبريق مية والإيد التانية المشط المصري اللي كان سبب في تحويلهم لشعوب متحضرة.